تعالوا احكي لكم حكايه وقولوا لي فهمتوا منها ايه والمغزى منها ايه. في مره جت واحده قالت لي ان انا عباره عن اسره، ولد وبنت والاب والام. انا الام. امي دي كانت دايما تقول دايما مش مهم انا، لا لا مهم انتوا، لا بلاش انا، لا كلوا انتوا، لا اعملوا انتوا، لا اتفسحوا انتوا، انا قاعده هنا. انتوا لما تعملوا الحاجات دي كلها انا هبقى مبسوطه. الفواكه بتاعت الاكل بتاعت الولاد بتبقى موجوده، هي كانت بتاخدها عشان بتستحرم. الولاد بقوا بيدوها البواقي، يقولوا لها خدي يا ماما كلي دي، كانت بتاكلها استحرام. خدي يا ماما خدي دي، فحولوها لايه؟ ان هي اي بواقي عندهم وهي بتاخدها. فجم مره الاب قال لهم خدوا فلوس روحوا هاتوا لنا ايس كريم، هاتوا لينا احنا كلنا ايس كريم. فراحوا هم 4 فهم جابوا 3، وبعد البنت واحدة والولد واحدة وادوا لباباهم واحدة. فجت الأم قالت ايه؟ طب وانا فين بتاعتي؟ فجا الولد قال لها مش انتي دايما بتاخدي مننا بواقي، هبقى اديكي حتة. جت البنت قالت لها ايه؟ انتي دايما يا ماما بتقولي لنا مش مهم انا مهم انتوا، فاحنا روحنا جبنا. فقالت لهم طب ما انتوا جبتوا لباباكوا. قال لها طب ما هو انتي اول واحده بتديله نصيبه، وما قالش دايما ما خدش هو البواقي، لا هو كان بياخد زي ما انتي بتديله نصيبه، فاحنا خلاص اتعودنا ان انتي بتاخدي البواقي. فهمتوا ايه يا جماعه من القصه دي؟